السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا احلى مشاهدين في الدنيا، ويا احلى اصدقاء، ويا احلى اصحاب في الدنيا دي كلها. شكرا لدعمكم اللي ما بيحصلش اصلا. متشكرة جدا. انا النهارده هعمل لكم تزيين بسيط قوي للكيك دوت. بيطلع عندي ترندات بصراحة، بيطلع معايا كتير. قلت ما اشارككم في الاوردرات بتاعتي مرة كده واوريكم التورته الصغيرة اللي بتطلع بيتصوروا بيها سيشن وكده، يعني جلسة تصوير يعني. هنا انا جبت ربع كيلو من الاسبونج، مش سبونج جاهز، وهنزل لك لينك الكيك البيتي. انا عملته في البيت ببيضتين بس، وطلع طبعا جميل ولذيذ والله. وهوريه لكم في صندوق الوصف ان شاء الله. معانا هنا انا خلصته وسويته عشان انا كنت عايزاه صغير شويه، قللته اصغر شويه. ومعانا هنا نص كوبايه من الكريمه، ومعانا معلقه كاكاو ومعلقتين سكر بودر. والميه تكون متلجه جدا يا جماعه. هنحط ربع كوبايه من الميه ونزود على حسب ما احنا عايزين، علشان الكريمه ما تسيتش منك وتبتدي تحط لها تاني. حلو الكلام. حاجه بسيطه وسهله. ما كانش عندي قواعد، انا عملت القعده دي على ايديا، فكل حاجه سهله وبسيطه ان شاء الله. كده احنا بنعمل تورته بدائيه بدائيه بدائيه، بمنتهى البساطه ومنتهى السهوله. هنبتدي كده نفرد الكريمه عليها ونبتدي نجلسها. طبعا الجو حر جدا، هبتدي اجلس واحط في التلاجة. انا هجلس كده شوية، طبعا لازم تتحط في التلاجة شوية. هبتدي اخلص تجليس اهو شوية. طبعا مش هحاول اوضبها قوي، على قد ما اقدر كده، لان الجو حر جدا. خلصت اهو تجليس شوية يعني، ما سويتش قوي لان لسه هنسقيها شوكولاتة، وهنشوف احنا هنعمل فيها ايه كمان. يلا بينا نحطها في التلاجة، ولما تخرج نبتدي نشوف هنعمل ايه. هنا جبت 8 كيلو من الشوكولاتة الحليب، وسيحتها على حمام مية. دي عادي. عايزة تسيحها على طريقة تانية، الطريقة التانية بجيب كوباية مية فيها مية سخنة، سخنة جدا. وببتدي احط الشوكولاتة في كيس، وابتدي احطها في المية زي ما انتوا شفتم في الشوكولاتة البيضة، لان انا هكمل بالشوكولاتة البيضة. طبعا انا اتبهدلت من الشوكولاتة، بس انا بحاول ان انا اجلس من الجوانب. ونضفت القاعدة وخلصتها وحطيتها في التلاجة. وهنا الشوكولاته البيضه ساحت زي ما انتوا شايفين. بصوا مفيش ابسط من التزيين ده، بس بجد عجب صاحبتها جدا جدا. لان طبعا الحاجه الرقيقه نازله اليومين دول بتبقى يعني حاجه بسيطه وهاديه، احسن من الجناش الكتير. هي واحده كبيره طبعا، وعايزه حاجه صغيره وميني تورتيه كده سهله وبسيطه، ومفيهاش اي حاجات كبيره. هبتدي كده اعمل قلوب بسيطه، ونزلت بالشوكولاته من ناحيه وبالشوكولاته من ناحيه. لو انت عايزه تحطي في النص وانت بتحطي الكريم، عايزه تحطي اي صوص حطي، مفيش مشكله. انا حطيت صوص الشوكولاته بس. طبعا مستعجله عايزه اوريكم الشكل النهائي، وانتوا طبعا عارفين بقيه الحاجات البسيطه دي. عندك شويه فارماسي، عندك شويه اي حاجه، حط عليها وزيني التزيين اللي يعجبك. بس التزيين دوت البنوتات دلوقتي بياخدوا يتصوروا بيه بالطريقه السهله دي. تمام. ابتديت كده انا اعمل حاجات بسيطه، وابتديت الف كده حوالين الحته الفاضيه بتاعه التورته. وجهزت التورته من بره طبعا زي ما انتم شايفين كلها شوكولاته. طبعا هي مليانه شوكولاته لان صاحبتها عايزاها كلها شوكولاته. وهرش شويه فرماسيل على الجنب ده والجنب ده، وكده تبقى تمام قوي قوي قوي. ده حرف الجا لصاحبتها، ربنا يبارك في عمرها يا رب. وبس. طلعت التورته سهله وبسيطه وما فيهاش اي افتكاسات، بس طبعا الحر ما بيساعدش الانسان ان هو يشتغل كويس قوي. ببتدي تحط في التلاجة شويه وتطلعي شويه لغايه ما تخلص. ويا رب اكون عجبتكم، ويا رب اكون عند حسن ظنكم. واشوفكم فيديو جديد في رعاية الله وامنه. صلوا على الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.